الشركة دي قيمتها وصلت ل 580 مليون دولار. سوق دوت كوم في اوائل الالفينات لما الانترنت بدأ ينتشر بشكل كبير، رونالدو مشحور كان عنده حلم ان يبقى فيه موقع يجمع كل تجار الوطن العربي. الاول ابتدى بسكشن بسيط في منتدى اسمه مكتوب، كان عبارة عن انك انت بتخش تعرض اللي انت عايز تبيعه في مزاد. في الوقت ده كانوا مستخدمين الانترنت في الوطن العربي 100,000 واحد بس. المهم ياهو اشترت مكتوب في 2010، فرونالدو قرر يفتح سوق دوت كوم، اكبر موقع اي كوميرس في الشرق الاوسط. البدايه كانت شبه مستحيله. تخيل معايا كده انك بتوصل حاجه لحد في 2010 قبل ما يبقى فيه سمارت فونز او الناس تعرف يعني ايه GPS. مش بس الدليفري، لان هو كمان يقدر يعين مبرمجين يعملوا موقع زي ده، وده لانه ما كانش فيه زيه كتير وقتها. رونالدو قدر يحل مشاكل كتير قوي من النوع ده، خصوصا في الاول لان كان حلمه اكبر من ان هو يكون موجود في بلد واحده بس. سوق جمع اكتر من 450 مليون دولار في 7 سنين بس. وفي 2017 رونالدو قدر يبيع سوق لأمازون ب 580 مليون دولار، لدرجة ان جيف بيزوس بعت ايميل مخصوص لرونالدو بيحييه على كل اللي عمله في سوق دوت كوم، وان رونالدو سهل الطريق على امازون ان هم يبنوا في الشرق الاوسط. لو عايزين تعرفوا اكتر عن قصص زي دي استنونا في حلقات ستارت ابس بالعربي.